كنت أتمنى من البداية إن حد يعرفني ويقول لي الكلام ده، لكن محدش عرفني ولا حد قال لي حاجة. أنا خدت التجربة بنفسي، وبفضل ربنا وكرمه عليا الحمد لله نجحت وعرفت إن أنا أكون موفق بفضل ربنا وأحصل على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي. المثل بيقول لك اسأل مجرب ولا تنسى الطبيب. اسأل مجرب لأن أكتر حد هيفيدك اللي خاض التجربة بنفسه، وأنا بكلمك أهو أنا خدت التجربة بنفسي وعارف كل التفاصيل اللي بتحصل، وهقول لك عليها في الفيديو ده. إزاي تقدر تحصل على شقة من الإسكان الاجتماعي بأقل مجهود ومن غير ما تبقى تايه وسط الناس وبأقل تكلفة. ده موضوعنا في الفيديو ده. طب ايه المطلوب منك؟ مطلوب منك انك تركز معايا. انا بجد كنت اتمنى، انا بقولها لكم للمره الثانيه اهو، كنت اتمنى حد يقول لي الكلام ده. فبعد اذنك شوف الفيديو للنهايه، لا تقدم ولا تاخر، كل كلمه مهمه جدا جدا، ما تستعجلش. لو انت فعلا همك الموضوع ودخلت الفيديو ده، انا عامل الفيديو ده ليك. يلا بينا ندخل في الموضوع. الاسكان الاجتماعي يعني دولتنا مصر، الحكومه بتاعتنا موفرين شقق. طب الموضوع بجد ولا اي كلام؟ لا الموضوع بجد. طب ممكن فلوسنا تروح علينا؟ مفيش فلوس بتروح عليك. يعني الكلام ده بجد. انا ممكن اقدم واخد، ممكن تقدم وتحصل على شقه. طب الشروط؟ اعتبر مفيش شروط نهائي، خدها مني واعتبر ان مفيش شروط، لان انا متاكد ان كلنا كده الطبقه بتاعتنا او الاعلى مننا او اللي تحتنا في الدخل بتنطبق عليها الشروط. ان انت الراتب بتاعك ما يتعداش 50,000 وما يتعداش 100,000، والكلام ده مش حاصل مع حد مننا. ومفيش اصلا وظيفه من الوظائف اللي بنلتحق بيها بيكون المبالغ دي متوفره او ان احنا بناخد الراتب ده شهريا. فمبدئيا من غير ما تدور الشروط منطبقه علينا بفضل الله عز وجل. الموضوع ده في اي بلد في اي محافظه، خليني اقول لك على مستوى الجمهوريه اغلب المحافظات ان لم يكن كل المحافظات فيها شقق اسكان اجتماعي. عايز اقول لك ان في ناس كتيره هتتكلم عن الموضوع ده، برغم ان انا اول قناه هو بنفرد بان انا اشرح التفاصيل واقول لك كل حاجه بالحرف، وهنعمل ايه وهنقدر نستلم الشقه ازاي من البدايه للنهايه. لكن ناس كتير هتنزل، وللاسف منهم اللي هيتوهك ومنهم اللي هيصعبها عليك ومنهم اللي هتحس ان الدنيا تايهه وانت مش فاهم منه حاجه. فعشان كده بالله عليك ركز معايا في الفيديو وكمله للنهايه، ومش هتحتاج اي معلومه بعد الفيديو ده. الشروط قلنا خلاص، الشروط منطبقه علينا. طب عشان نقدم ايه اللي هيتم وهنبدا من امتى؟ اول حاجه ركز في التاريخ ده، من يوم 26/11، يعني بعد شهر من نشر الفيديو ده، يوم 26/11/2024 هنبدا خطواتنا الفعليه في التقديم للشقق. الخطوات هتكون عباره عن ايه؟ ابدا من النهارده هتجهز 21,000 جنيه. 21,000 جنيه لو انت هتستلم شقه في اي محافظه الا الاماكن اللي هي المدن الجديده زي اسوان الجديده او الاماكن اللي في القاهره اللي هي الاماكن الهاي. الاماكن دي هتجهز 31,000 جنيه. يعني الموضوع كله مختلف. اذا كان انا في محافظه عاديه او في مكان مش مدينه جديده هجهز 21,000 جنيه. لا انا في مكان مدينه من المدن الجديده هجهز 30,000. طب اقدر اعرف ازاي؟ الصوره اللي ظاهره قدامكم دلوقتي فيها كل التفاصيل، لو ركزت هتفهم. انا مش عايز اخدك في موضوع ان انا اقرا المكتوب، انا عايز افهمك انت خطوات على ارض الواقع، عشان في تفاصيل مهمه هتخليك تحصل على شقه باقل تكلفه. يبقى دلوقتي احنا شقه في مكان عادي مش مدن جديده هنجهز 21,000 بتوع ايه؟ هيجي علينا يوم 26 ولمده شهر، من 26/11 ل25/12 ده موعد سحب الكراسات. طب سحب الكراسات ده بيكون منين؟ بيكون من البريد المصري، البريد اللي عندك في بلدك، البوسطه، سواء احنا بنسميها البوسطه او بنسميها البريد اللي في بلدك. من يوم 26/11 هتروح له، والمفروض ان ال1000 جنيه دي هتكون عباره عن رسوم ورقيه. 300 جنيه سحب كراسه، 550 مش عارف ايه تبع الكراسه هتدفعهم. خدت الكراسه هتروح البيت هتملى البيانات بتاعتك، اسم مقدم الطلب ورقم القومي والتفاصيل دي، وتروح في نفس الوقت يوم ولا 2 تروح ترجع بيها ايه؟ البريد المصري، وتسلمهم الاوراق اللي في الكراسه بعد ما مليت فيها البيانات، وهياخدوا منك ال20,000 وهيدوا لك وصل باسمك وبياناتك ان انت قدمت بالفعل، سحبت الكراسه وسددت الرسوم ال20,000. واسمها ايه؟ اسمها جديه حجز، عشان يتاكدوا ان انت فعلا عايز شقه، مش حد بيقدم ويسحب كراسه وبيضيع وقتهم وخلاص. يبقى جديه الحجز 20,000. طب دفعنا جديه الحجز واستلمنا الوصل ده ان احنا دفعنا، تمام. بترجع على الموقع، والخطوات دي سهله ما تشيلش هم. من موقع الاسكان تبدا ترفع البيانات والداتا بتاعتك وتصور لهم الوصل ده اللي انت استلمته من البريد، تخلي البيانات بتاعتك تنزل على السيستم كده، خلاص انت قدمت. ايه اللي بيحصل طول الطريق؟ بتطلب منك اوراق
بترفعها على موقع الإسكان، وفي الفترة دي بيرن عليك مستعلم. طيب قبل المستعلم، الموقع الإلكتروني ده الموضوع بتاعه صعب ولا إيه الدنيا؟ لا مش صعب. انت في اي سنترال عندك في بلدكم هتلاقي ناس بتعمل الشغلانه دي وبياخدوا 20 جنيه 10 جنيه 30 جنيه مش هتفرق، 50 جنيه مش هتفرق برضه. هتعمل معاه الشغلانه دي وترفع بيانات، خلاص انت كده قدمت. خلال الفتره بيجي لك مستعلم بيتصل عليك وبياخد منك بيانات. من ضمن الحاجات ان انت برضه، ودي اهم نقطه يا جماعه، انت بتقدم، دي اهم نقطه يا جماعه، ان انت لما بتقدم بشهاده دخل ليك، سواء انت موظف مش موظف ايا كان ظروفك، انت لازم بتقدم ورقه كده بيكون فيها زي شهاده دخل، اسمها شهاده دخل، بيكون فيها تفاصيل مفردات المرتب وانت بتاخد كام شهريا. ده ملخص الموضوع، انت بتشتغل ايه وبتاخد مرتب كام شهريا. الحاجات دي لما يجي وقتها اسالوني فيها وهجاوبكم، مش هبخل عليكم بحاجه، انا هفضل بتابع الفيديو ده واي تعليق هيجي انا هرد عليه باذن الله. يرن علينا المستعلم بعد ما قدمنا وتمام، بعد فتره انت فلان الفلاني انت مقدم على شقه 1 2 3، ايوه تمام. يبدا الراجل ده يقابلك، والمفروض ان هو يجي البيت عندك ويسال حد من جيرانك. اللي بيحصل روتين ان هو بيرن عليك وبيقابلك في اي مكان، تدي له حلاوه 100 جنيه 200 جنيه 500 جنيه، الدنيا بتمشي بالحب وخلاص. بيكتب لك البيانات بتاعتك، ان هو لما جه عندك البيت شاف ان انت مثلا عدد الاسره كذا، وان انتوا عايشين في بيت مساحته كذا، وبيكتب الحاجات اللي تساعدك ان في الاستعلام بتاعك لما يراجعوا الاوراق تتقبل ويدولك الشقه بالفعل. الموضوع من بدايه التقديم لحد سنه بيكون الموضوع خلص، يعني اخرك سنه بفضل الله بيكون خلاص الناس بدات تستلم الشقق. طب لو اترفضنا فلوسك بترجع. يعني فلوس اللي بترجع اللي هي ال 20,000. طب ال 1000 جنيه ولا ال 750 اللي كانت ورق يد مش بترجع. انا بكلمكم اهو بكل صراحه، دي مش بترجع. ال 20,000 لو انت اترفضت بترجع لك، وبفضل الله مفيش رفض، يعني في الغالب مفيش رفض. طيب اتقبلنا هنعمل ايه؟ هتدفع المقدم اللي هيتحدد لك بعد سنة من الحجز. اتقبلنا بتروح دافع المقدم. المقدم كام؟ انت ونصيبك على حسب الاوراق والبيانات والداتا اللي انت مقدمها. انت كاتب ان انا بقبض 3000 جنيه، كاتب ان انا بقبض 10000 جنيه، طبعا كل ما يقل المرتب افضل. لو انت موظف دي ما فيش مفر منها، لازم هتقدم بوظيفتك. طب انت في شغل فري، خلاص انت بتعمل شهادة دخل وتحط فيها المبلغ اللي انت عايزه، ويكون مختوم من اي مكتب قطاع خاص او اي حاجة تبع اللي انت قلت ان انت شغاله. يعني انا شغال في مزرعة، سوبر ماركت، ايا كان، يعني ختم من الشركة اللي انت شغال فيها بالمرتب. كاتب مرتب قليل هيجي لك ايه؟ المقدم قليل. المقدم 60,000 30,000. انا شخصيا جالي مقدم 27,300 27,300. فعلا كان المقدم بتاعي كده. اول ما بتدفع المقدم خلصت بالنسبه لك، بتمضي على التعاقد وتستلم الشقه بتاعتك كده، وتبدا تقسط المبلغ على 15 سنه او 20 سنه او 30 سنه على حسب اوراقك اللي انت قدمتها. ولو دفعت مقدم كبير الفتره بتاعتك في الاقساط بتكون قليله. طب لو انت دفعت مقدم صغير الفتره بتكون كبيره. طب انا بحدد؟ لا، احنا ممكن نشغل دماغنا في الورقيات، بس في النهايه هم اللي بيحددوا، وكده كده مش هتفرق. ليه؟ لان انت في النهايه اذا كان مقدم كبير وفتره صغيره، او اذا كان مقدم صغير في فتره كبيره، الاقساط بتاعتي مش هتفرق، لان في النهايه المبلغ هو. طب ماشي، السؤال المهم دلوقتي، الشقه سعرها كام؟ من 186,000 خلينا نقول مثلا انهم 200,000 بالفوائد لحد 400,000. ده في اغلب المحافظات اللي هي المحافظات الريفيه والصعيد، باستثناء المدن الجديده. يعني لما تيجي تتكلم عن وجه بحري مثلا السويس، القاهره، الاماكن دي، او المدن الجديده زي اسوان الجديده مثلا، او الاقصر الجديده، او اي مكان اتعمل فيه الفتره الاخيره مدينه جديده وكان فيها تطوير من نوع خاص، ده بيكون السعر بتاعهم اغلى، ما تتعداش 700,000. طبعا انتوا المفروض يعني انت محدد مكانك فين. يعني بتاع السويس هو عارف دلوقتي الشقق بتاعته اصلا السعر بتاعها لما نزلت كام. انا من الاقصر، بالنسبه لي المدينه او المكان بتاعي مش مدينه جديده ولا حاجه، فخلاص الموضوع بالنسبه لي السعر من 186,000 او من 200,000 ل 400,000. طب بالنسبه للاماكن اللي هي الهاي ده بيكون لحد 700,000. الورقة اللي ظاهرة قدامكم فيها التفاصيل دي، فيها الأسعار، إذا كنت أنت محافظتك إيه وبلدك إيه، أو إذا كان أنت من وجه بحري أو من المدن الجديدة الأسعار بتاعتها غالية. ظاهر كل حاجة قدامكم في الورقة دي تقريبا. أنا قلت كل حاجة وأكتر من كده هبقى أنا برخم عليكم في وقت الفيديو. الورقة اللي ظاهرة قدامكم دلوقتي اقرأ بالراحة كده وشوف المكتوب في الورقة وافهم المعلومة اللي أنت عايزها هتلاقيها مكتوبة. طب عايز تسأل في حاجة جانبية اكتب في الكومنتات والتعليقات وأنا متابع وأرد عليكم. وعلى فكرة أنا هعمل فيديوهات تانية بعد فترة، مجرد ما هيبدأ التقديم هبدأ أعمل فيديوهات
لخدمتكم. انا مش مستني حاجه من الفيديوهات دي، هعمل الفيديوهات دي في كل مرحله. يعني احنا بدانا خلاص نقدم، هبدا اقول لك خلي بالك المرحله اللي جايه او الخطوه اللي جايه ان احنا هنعمل كذا. طب في حاجات مثلا في الاوراق اللي انا هقدمها هقول لك خلي بالك وانت بترفع الاوراق خلي بالك من كذا وكذا وكذا، واعمل كذا عشان كذا، لان انا خدت التجربه دي بنفسي. ومعنى ان انا خدت التجربه بنفسي يعني زمايلي واصحابي كانوا مقدمين معايا وشفت ايه اللي بيحصل، ومين اللي جاله مقدم عالي ومين اللي كان المقدم بتاعه مش كبير، مين اللي كانت الاقساط بتاعته القسط كان قليل، وعشان ايه المعلومات دي عندي بفضل ربنا، فانا هفيدكم بيها في كل مرحله. طب احنا المطلوب مننا ايه دلوقتي؟ ان انت هتبص في الورقه دي اذا كنت عايز تقدم ليك لاخوك لابنك، طب سيدات وشباب اي حد عادي. وعلى فكره في معلومه سريعه برضو مكتوبه في الورقه بالنسبه لذوي الهمم اللي هو عندهم إعاقة أو مشكلة معينة سواء جسدية أو نفسية أو أيا كان، يعني ليهم شروط خاصة وبيكون الأسعار أقل زي ما ظهر قدامكم في الورقة. أنا دلوقتي بتكلم على اللي هو العموم مش ذوي الهمم. اللي هنعمله هنبدأ نجهز 20,000 أو 30,000 على حسب المكان بتاعي زي ما ظهر في الورقة. أشوف كده وأعرف السعر، هجهز 21,000 أو 31,000. ال1000 ده هيتصرف على الكراسة، ال20,000 ده اسمه جدية حجز. هنروح بيهم البريد امتى؟ نبدأ نروح البريد من يوم 26/11. دي أول خطوة يا جماعة عشان ما نتوهش من بعض. اللي ناوي يجهز الفلوس ويتوكل على الله من بعد شهر يسأل ويقدم، والموضوع بفضل الله مضمون. ربنا يكرم الجميع وأنا معاكم لحد ما الموضوع ينتهي على خير. لو أول مرة ليك معايا هنا اعمل اشتراك للقناة وحط إعجاب للفيديو وتابع معانا عشان خاطر توصلك الفيديوهات أول بأول. آسف إذا طولت عليكم، والله ربنا يشهد إن أنا بقول كل ده عشان مصلحتكم. بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.